نستعد لتوديع عام جديد مثل الأعوام التي أخذت، وكأننا بالأمس نودع عام 2024 ونستقبل عام 2025، ومرت الأيام والشهور والأسابيع كلمح البصر، وها نحن نستعد لتوديع عام 2025 ونستقبل 2026، وسنجد أنفسنا إن بقينا من الأحياء أننا سنودع 2026 ونستقبل 2027، وهكذا يمضي بنا يعني قطار العمر، ويا ربي أحسن خاتمتنا جميعا. ماذا تحقق في 2025 للجزائر والجزائريين؟ ماذا أنجز تبون؟ الإقلاع الاقتصادي الذي قال في 2024 باش يكون في 2025 ما كانش. العملة الجزائرية تدهورت في وضع غير مسبوق، أصبحت بلا قيمة. احتياط الصرف يتآكل، غلاء الأسعار ماشية ومتصاعدة، القدرة الشرائية ماشية وتتدهور. على المستوى السياسي انحدر وتدهور مستوى الدولة ومفهوم الدولة بمعنى الكلمة، لا شيء تحقق. قارنوا، تبون كان يعد بأن سعر العملة أو أن الدينار سيتعافى، ولكن تهالك وتدهور وانحدر إلى الحضيض، وما زال في انحدار تام، لأنه لا توجد سياسة واضحة، لا توجد سياسة ولا يوجد مشروع. تبون ما عندوش مشروع يا ناس. أكبر ظلم تبون لنفسه أنه يتوهم أنه عنده مشروع. المشروع الوحيد الذي انطلق في عام 2019 هو وعد الحراك الشعبي والقبضة الحديدية من طرف العصابة التي تلقت ضربات في عهد القايد صالح وعادت بقوة وسيطرت على دواليب الدولة. هذه هي الحقيقة، وهذا هو الواقع الذي لا يختلف فيه بين اثنين. قانون تجريم الاستعمار، هذا القانون الذي لم ينجز، من المفروض يكون في بداية الستينات، في بداية الاستقلال، لم يحدث ولا حدث عندما تدهورت العلاقات الجزائرية الفرنسية بعد تأميم المحروقات، ولم تحدث، بل كانت دائما هذا القانون تعلن عنه الجزائر عن طريق تحريك بعض النواب في زمن النوائب على أساس ابتزاز فرنسا في بعض الأمور ليس إلا. لكن هذه المرة ماذا حدث؟ حدث الموافقة والمصادقة في الغرفة السفلى والسافلة في ما يسمى البرلمان الجزائري، وهو برلمان زور وبهتان. هي بعبارة عن مكتب لأكرمكم الله يتغوط فيه ضباط المخابرات ليس إلا. إذن ما هو؟ ويحضر وزير المجاهدين لتجريم الاستعمار. هذا دليل على أن العلاقات الجزائرية الفرنسية وعلاقات النظام الجزائري مع فرنسا وصلت إلى ما لا يمكن وصفه من السوء غير المسبوق في تاريخ الجزائر. لم تجد أن منظومة الحكم أو عصابة الحكم في الجزائر ما تبتز به فرنسا إلا هذا القانون. هذه آخر طلقة في يد شنقريحة وتبون وعصابة الجنرال تجاه فرنسا. لماذا؟ ما هو السبب؟ هل هناك مصالح جزائرية يدافعونها؟ أبدا. هل هناك مصالح الجزائريين والجالية الجزائرية التي تعد بالملايين في فرنسا يدافعونها؟ لا. المسألة تتعلق بامتيازات نتاع هذه العصابات بدأت تتلقى ضربات في فرنسا، ومن بينها امتياز جواز السفر الدبلوماسي الذي كان يأخذ بنات وأبناء المسؤولين والجنرالات كي يتسكعوا في الشانزليزيه ويفعلوا ما تعلمون، وأعف لساني من ذكره. إذا الإنجاز تدهور العلاقات من أجل ماذا؟ هل هذا قانون تجريم الاستعمار من أجل مصالح الجزائر؟ لا، من أجل البوليزاريو، لأنه ما حدث هو اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء الذي دل على مدى انهيار العلاقة مع الطرف الجزائري. الجزائر لجأت إلى التصعيد تجاه فرنسا، مضحية بالجالية الجزائرية، مضحية بملايين الجزائريين، مضحية بمصالح الدولة الجزائرية، كل من أجل
المدعو إبراهيم غالي، والذي لا يساوي فلس لدى بين جلدته في المغرب، فما بالك أنه أصبح غاليا على الجزائريين لدرجة أنه كبدنا أكثر من 500 مليار دولار في قضية وهمية. ماذا حدث؟ بل لم يكتفي هذا البرلمان الذي يعد أيامه الأخيرة وهو غير منتخب، وبرلمان غير شرعي، وبرلمان أكثر من 20 مليون من الهيئة الناخبة لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع، برلمان معين من طرف الذين يعينون في المناصب والمراكب وبلاط السلطان. هؤلاء هم أنفسهم لجأوا إلى أمر آخر، ليس فقط في ضرب مصالح الجزائر ولا ضرب مصالح الجزائريين، بل لجأوا أيضا إلى قانون لتجريد الجزائريين من جنسيتهم. وهذا لعمر وصمة عار. إن كانت الجزائر المستقلة على مدار عقود لم تلجأ إلى هذا الحل لتجريد الجزائريين الذين قالوا لا لاستقلال الجزائر، الجزائريين الذين قاتلوا مع فرنسا، الجزائريين الذين كانوا حركة لدى الاستعمار الفرنسي وفروا مع الجيش الفرنسي إلى فرنسا، لم تلجأ الجزائر لتجريدهم من جنسيتهم ولا ملاحقة أبنائهم ولا بناتهم ولا زوجاتهم، بل كبار الحركة الذين أياديهم ملطخة بدماء الجزائريين كانت عائلاتهم تأتي إلى الجزائر بصفة عادية. وهذا لأن الدولة أرقى من أن تنزل إلى هذا المستوى. لكن عندما وصلنا إلى مرحلة فيها شخص تافه مثل تبون في الرئاسة، وشخص أتفه منه يسيطر على الأجهزة ويسيطر على الجيش مثل شنقريحة، وصلنا إلى هذا الحال أنه أوعزوا إلى واحد الصفر اسمه هشام، وقدم قانون أعده له ضابط مخابرات من أجل تجريد الجزائريين من جنسيتهم. وهذه تعتبر كارثة الكوارث بمعنى الكلمة، التي ستسجل وصمة عار في جبين عصابة لا يهمها العار ولا الشنار ولا أي شيء من هذا القبيل. لم يتوقف الأمر هذا، بل قضايا هزائم دبلوماسية لا تحصى ولا تعد، وعلى رأسها الضربة القاضية التي تلقتها الدبلوماسية الجزائرية في مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025 عندما صدر قرار من مجلس الأمن الدولي في صالح خصمهم وخصيمهم في الدنيا والآخرة، وهو المغرب، من خلال قضية مفتعلة ومبتدعة ومصطنعة لا فائدة منها للجزائر ولا فائدة منها لأبناء الصحراء ولا فائدة للمغاربة ولا فائدة للمغاربيين برمتهم. سنة الهزائم والانتكاسات والانكسارات، فترى كيف سيكون عام 2026؟ سيكون تتم إلى هذا الأمر من انتكاسات أخرى. من المفروض أن يكون فيها انتخابات برلمانية، من المفروض لو كنا نملك سلطة وليس عصابة من المافيات بين ظفرين يعني لقد رفعنا من شأنهم إن وصفناهم بأنهم مافيات، هم يوصفون بأسماء أخرى واصطلاحات أخرى أعف لساني من ذكرها. ماذا؟ من المفروض تكون انتخابات، تكون برلمان حقيقي. لا، إذا لم يتم التلاعب وتمديد مدة للبرلمان سيقومون بانتخابات نفسها بنفس الصيغة ونفس النكهة ونفس الطريقة ونفس النوايا ونفس الانهيار على المستويات كلها، وبنفس التزوير وبنفس التلاعب بهيئة الناخبين، بصوت الشعب، بقرار الشعب، لأننا في زمن يعافه حتى أشعب. إذن سنة من النكسات، وأبرزها نكسة كبرى ستبقى تلاحق نظام العسكر في الجزائر وسيدفع ثمنها، ويتمثل أساسا في هزيمة هذا النظام في دبلوماسية يدافع عنها. فنحن مشكلة مع مالي، ونتذكر كلها استهداف الطائرة المسيرة المالية في الأجواء المالية، فأفقدت الجزائر علاقاتها ونفوذها في منطقة الساحل، عن أزمة مع المغرب متصاعدة، أزمة في تونس أيضا شهدنا هذا العام، عام صفقة العار واتفاقية العار للتدخل العسكري في شؤون تونس، وأيضا فشل كبير ذريع للجزائر في ليبيا، ثم بعد ذلك في كل المجالات عام الانهيار الدبلوماسي
الانهيار الاقتصادي، الانهيار الأخلاقي، الانهيار السياسي، الانهيار الوطني، وعام من الاستبداد غير المسبوق في تاريخ الجزائر. بربكم كيف سنتفائل بعام 2025 ونحن بعام 2026 ونحن قضينا وتحولنا إلى مسخرة في عام 2025؟ لا تتفائلوا، حتى وإن كان التفاؤل دائما على الأقل يريح النفس، ولكن للأسف مع تبون وشنقريحة لا مجال للتفاؤل أبدا. فالجزائر الآن هذا العام أعلنت فيها حركة الماك ما تسمى جمهورية القبائل، وإن كانت كان إعلان له رمزيته فقط وله دلالته، ولكن لا يمكن الاستهانة به في ظل هذا الانهيار الدبلوماسي، في ظل هذه الأزمات مع الدول، في ظل هذا التدهور لقيمة الجزائر التي لم يعد لديها مقام بين الأمم وحتى في زرائب الغنم. هذا الذي نعيشه، وهذا هو الذي ينتظرنا مع تبون وشنقريحة مش حتقدر تغمض عينيه من اليأس والرخص والبخس والدنس والنجس، والأسوأ أكثر قادم.